هو فعلا الجن المسلم ممكن يظهروا في المساجد؟ الصورة اللي قدامك دي كانت منتشرة بشكل كبير جدا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وكل الموضوع إن كان في واحد كان رايح يصلي في نص الليل قبل الفجر بشوية، والشخص ده بدون ذكر اسمه هو من إندونيسيا. نزل من البيت وراح علشان يصلي في نص الليل، وأول ما دخل المسجد الدنيا كانت تمام، ودخل الحمام علشان يتوضأ، بس أول ما خرج وراح علشان يبدأ يصلي شاف منظر مرعب. وهو لسه واقف ولسه هيقول الله أكبر، لاحظ إن في حد بيقوم من الأرض. هو طبعا افتكر إن ده شخص بيصلي وعادي وبيكمل صلاة، بس كان حاسس إن في حاجة غلط، لأن أول ما الشخص أو الشخصين قاموا ووقفوا لاحظ إن طولهم غريب جدا زي ما ظاهر عندكم في الصورة. وحاجة تانية، كان عايز يركز في صوت الشخص ده وهو بيصلي، بس المرعب إن مفيش أي صوت خالص، لدرجة إنك تسمع صوت قلبك ونفسك في نفس الوقت. حتى مفيش أي مصدر صوت ليهم وهم بيصلوا، ولا أي حركة ولا نفس، ولا كأن حد كان موجود أصلا. راح الشخص ده طلع الموبايل وصور فيديو للمشهد اللي عندكم ده، ولحد يومنا الفيديو ده منتشر بشكل كبير جدا في إندونيسيا، لدرجة إن في أخبار اتكلمت عن الموضوع ده، ومحدش عارف إيه تفسير اللي حصل ده. طيب خلينا نفسر ده. الإسلام ذكر فعلا إن في جن مسلم، وده واضح في سورة الجن، وكمان في سورة الأحقاف لما ربنا ذكر إنهم سمعوا القرآن وأمنوا بيه. يعني فيهم مؤمنين وبيعبدوا ربنا، لكن مفيش أي دليل صحيح بيقول إننا ممكن نشوفهم بعينينا وهم واقفين في صفوف المساجد مع البشر، أو نصورهم فيديو. بس على فكرة، على حسب معلوماتي عن إندونيسيا، في مدينة اسمها ليمبانج بيتقال إن الأشباح والجن هناك أكتر من البشر، ودي حاجة معروفة عندهم هناك في إندونيسيا. وبرضه مش بأكد إن الفيديو حقيقي، هيفضل العلم عند الله. من رأيي اللي بيحصل غالباً إما خداع بصري أو تهويل. قول لنا أنت رأيك إيه وتحليلك إيه؟ هل فعلاً مؤمن بده وإنهم ممكن يصلوا في المساجد زينا؟ وقول لي شعورك إيه في الكومنتات. لو دخلت المسجد قبل الفجر وشفت المنظر ده هتعمل إيه؟ وما تنساش تشترك في القناة وشير الفيديو عشان نعرف كل جديد مع بعض.